لكن هذا العطر هو قنبلة الصيف. اغلب الناس بتروح عن بالهم هاي المعلومه لما يجي يشتروا عطور سيترسي منعشه للصيف. اغلب الناس بدوروا على الانتعاش، فبدوروا على العطور السيترسي الفريش، لكن مشكله العطور السيترسي انها بتطاير بسرعه، بتلاقيه كلياته تبخر وكل النتات الفريش راحت وما بيستمر معك ساعتين، حتى الدراي داون بتكون اختفت. فالمعلومه اللي لازم تعرفها انه في مثبتات للعطر، لازم تعرف اذا موجوده بالعطر ولا لا قبل ما تشتري. واحده من افضل المثبتات العطريه للعطور تحديدا الصيفيه اللي ما بتاثر على انتعاش العطر وما بتخليه يبعد عن الكاركتر الصيفي تبعه هي نوتات الخشبيه، تحديدا خشب السدر. ولكن خشب السدر في عده انواع، فممكن تاخذ خشب سدر من فيرجينيا او من الاطلس او من هيمالايا، كل واحد له ريحه مختلفه تماما. الهيمالايان ممكن يجي ماسكي شوي، الاطلس ممكن يجي بالساميك سويت، من تكساس ممكن يكون يجي وودي خشبي اتقل شوي، لكن من فيرجينيا راح يعطيك ريحه خشبيه دراي ناشفه اشبه بريحه قلم الرصاص. وهاي النوع تحديدا اللي بدي اياك تركز فيه. بعطيك مثال على واحد من العطور الجديده اللي جربتها اسمه السيدرو من مثقال، وهو فيه الدراي وود او الريحه الخشبيه اللي اشبه بريحه الرصاص، ولكن موجود بالقاعده بحيث انه يعطي ثباتيه للعطر. الريحه اللي راح توصلك من هذا العطر هي ريحه الحمضيات مع ريحه جريني بس ناعمه شوي، اميل انها تكون الريحه سويت كريمي، مش سويت جورمنت، سويت كريمي لطيفه جدا ناعمه هاديه، مع ريحه اللافندر اللي بتعطيني الريحه النظيفه. فهون الريحه سيترسي ريفايند هاديه ناعمه، ولكن قاعده الدراي سيدر وود اللي موجود فيها هي اللي ماسكيته. طبعا مش ثبات الخرافي اللي يستمر معك طول اليوم مثلا، لانه بدنا نحافظ على نعومه وصيفيه العطر وانتعاش العطر بدون ما نخلي الريحه خشبيه بزياده. هذا العطر هو قنبله الصيف، نظافه وانتعاش بشكل مش طبيعي، بنفس الوقت بيعطيك بيرفورمانس على الاقل يستمر معك نص اليوم. فانا خلال فتره الصبح بدي عطر فريش نظيف، بدي اطلع على الجيم، بدي ريحه صباحيه هاديه مريحه للنفسيه، فانا مثلا بطلع على المكتب بستخدم العطر الصبح، مرق نص اليوم حسيت العطر راح، بقدر اني ارش عطر ثاني يناسب اجواء المكتب. فهاي نقطه كنت حابب انكم تعرفوها اكثر عن العطور الصيفيه وتركزوا فيها بالمره الجايه لما تشتروا عطور سيترسي. اذا عجبكم الفيديو اعملوا له سيف مشان ترجعوا له بعدين، واعملوا لي فولو حتى تسمعوا اكثر عن العطور. اذا انتم بالكويت معرض العطور بيخلص بكره، فلازم اليوم او بكره تروحوا تجربوا العطور. اذا وصلتوا هناك جربوا سيدرو وجيو فايب وميزو ضروري، واعطوني رايكم فيهم وشكرا. شو في عطور سيترسي وودي غير اللي حكيت عنه بتنصحوني اجربه؟ اتركوا لي اياه تحت بالكومنتس مشان نعمل عنه فيديو لحال.